في ماتش الاهلي والزمالك في السوبر اللي خلص امبارح بفوز الاهلي بالبطولة، وفاز 2-0 على الزمالك في ماتش كان الاهلي متفوق بشكل كبير جدا. لكن خلينا نتكلم على حاجات عشان ما نغفلش السلبيات، زي ما احنا بنتكلم على فكرة الايجابيات. فكرة انك تفوز بالبطولة دي في الوقت الحالي، دي هتدي دفع معنوية للفريق. لكن هنتكلم على كذا نقطة بعد اذن حضراتكم. اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. احنا بنتكلم في المواضيع اللي محدش بيقدر يتكلم فيها. لما قلت لحضراتكم على قصة مروان عطية والزيادات الهجومية، شفنا انه في الماتش ده قدر مروان عطية يسجل هدف من زيادة عددية في منطقة الجزاء، وقلنا انه الامكانيات ممكن تكون موجودة لكن الافكار محدودة. الافكار بتاع المدرب بتمنع اللاعب من فعل ده. زائد الهدف الاول ده يدل، انا قلت على يستروب ان هو مدرب جاي ياكل عيش، لكن من نقطه او من منطلق ان هو ما عندوش القدره على الاستمراريه في فكره توظيف لاعبين شباب زي محمد عبد الله او غيرهم من اللعيبه والاعتماد عليهم كليا، بحيث يتم بناء فريق جديد للنادي الاهلي للمستقبل. هنا النقطة بقى، الفوز ممكن يكون فوز على الزمالك، لكن مش الزمالك بتاع الفرقة ديت اللي هتبين لك مستوى النادي الأهلي. لا، في مشكلة بالنسبة للزمالك، وهي العناصر في الزمالك عناصر مش في المستوى، وبالتالي مش هنقدر نحكم على فرقة الأهلي من ماتش الزمالك. سيراميكا كليوباترا الماتش اللي قبليه قدر ان هو يحرجك في الماتش. اشرف بن شرقي قدر يسجل جون بصناعة احمد سيد زيزو. علامة استفهام كبيرة على محمد هاني. ليه محمد هاني مستمر مع الفريق؟ ليه ملوش بديل؟ انا ما بشوفش محمد هاني اي حاجة. لا هو بيعرف يرفع اوفر، لا هو بيعرف دفاعيا صعب جدا دفاعيا وهجوميا. وبالتالي لازم نتكلم بقى ايه على فكرة مروان عطية. مروان عطية احنا انتقدناه وقلنا ان هو ما بيعملش حاجة في الملعب وان هو منفوخ. انا مصر على كلامي في نقطة الدفاع نوعا ما والهجوم بشكل كبير، لكن قلنا انه الدماغ نفسها بتاع اللاعب ازاي هو يطور من نفسه، ازاي هو يعمل زيادات عددية في منطقة الجزاء، وشفنا ده في الماتش. وانا اول يوتيوبر اتكلمت على الموضوع دوت في فكرة الزيادات الهجومية للاعب زي مروان عطية. قدرت تخلص لك ماتش زي ماتش الزمالك كان ممكن يتصعب عليك لو الجون اللي هو بتاع سيف الجزيري اتسجل. دي تفاصيل اللي بيعملها المدرب. محمد طاهر جات له كرة على الشمال، فيعتبر في اواخر الماتش كان جنبيه، لو عملها بالعرض كان جنبيه اسمه ده اليو ديانج، كان ممكن يسجل الهدف الثالث. والهجمات المرتده اللي زي ديت بتلخص او بتبين لك قد ايه انه لاعب زي طاهر دوت لا يستحق ارتداء تيشيرت النادي الاهلي بصراحه. يعني ازاي؟ لا الكره خلاص انت لو بصيتها بالعرض بصه صغيره خالص اي لاعب يقدر يعملها، انت ما بتبصهاش بالعرض ليه؟ يعني عايز تلم وتسجل، انت لا عرفت تلم ولا عرفت تسجل، طب ايه لازمتك في الملعب؟ دي برضو طاهر لازما خلاص. انا بالنسبه لي طاهر يعتبر لاعب سابق في النادي الاهلي، ما ينفعش كده يعني بصراحه. ده تخيل لو محمد عبد الله مكانه او اي لاعب شاب مكانه هيعمل اللي انا بقول لحضراتكم عليه، اللي هو يبصيها بالعرض الاليو ديانج جون على طول. طاهر احصائياته في الماتش 0 تسديدات، 0 في كل حاجه. يعني بكل امانه هو لاعب دون المستوى. طبعا انا بالنسبه لي زيزو من اكتر اللعيبه اللي انا يعني بحترم فيها احترافيتها، وشو بيشتغل على نفسه كتير، وعرضياته بصراحه لما لعب الكره لاشرف بن شرقي قدر يسجل جون. مش هقول مثلا انه يستروب عشان مش ما اشركش محمد عبد الله يبقى هو كده مش كويس او فاشل او كده، لكن انا متهيالي انه لو محمد عبد الله مكان طاهر محمد طاهر كان ممكن النتيجه تتغير والاهلي يفوز باكتر من 2-0. النقاط ديت هي اللي بتفرق فرقة عن فرقة وبتطور الفرق